تعالوا أعلمكم على طريقة استخدام مسك المكعبات أو المسك الجامد من إبراهيم القرشي. مثل ما شايفين عندي 3 أنواع: المسك الأبيض، المسك الباودر، مسك الرمان. اللي ما يعرف إبراهيم القرشي فهو يوفر من أرقى وأفخم أنواع العطورات العربية والمسك تحديداً، وهو أصلاً متوفر في السعودية وحالياً متوفر في أمريكا في ولاية شيكاغو. أكيد تقدرون تطلبون من موقعهم الإلكتروني إبراهيم القرشي في اليو اس اي. هذا الشكل مسك المكعبات بالرمان، وهذا مسك الأبيض المكعبات، وهذا مسك الباودر المكعبات وريحته كأنها باودر أطفال. راح أعلمكم على 3 استخدامات. الاستخدام الأول، تقدرون تفتحون المكعب بهذا الشكل وتحطونه بالصالة، بين الملابس، أو أي مكان أنتم حابين يكون ريحة حلوة. الطريقة الثانية، تجيبون مبراشة شو تسمونها أنتم ونبرش المكعب. أكيد لازم تجيبون صحن وبهذا الشكل. بعد ما تبرشونه بهذا الشكل تجيبون علبة الأويل اللي تستخدمونه على جسمكم، حتى لو كان بيبي أويل. طبعا هذه زيوتي الخاصة اللي أنا خالطتها. تحطون مسك المكعبات اللي برشتوه داخل شوية منه بهذا الشكل وتخلطونه، ويصير عندكم بهذا الشكل. وكل ما تخلصون الشاور تدهنون جسمكم بهذا الأويل جدا رائع، ويعطيكم ريحة مسك كلش حلوة وطيبة، وتقدرون تستخدمونه متى ما تردون وريحتكم تكون يا سلام على طول. أما الطريقة الثالثة، تجيبون سبراي فاضي تحطون فيه ماي، تفتحون الماي، تخلون شوية بالسبراي ماي ورد بهذا الشكل، وتخلون شوية من المسك اللي برشتوه، تسكرونه وتخلطونه بهذا الشكل، وصار عندكم أحلى مرش تقدرون ترشون فيه ملابسكم كبتاتكم، وتعطي ريحة جدا رائعة لملابسكم لما تردون تطلعون وتلبسونها، فتكون ريحة ملابسكم تهبل. إذا حبايبي، هذه 3 طرق شلون أستخدم مكعبات المسك. كتبوا لي بالتعليقات إذا عندكم طريقة ثانية تفضلون استخدامها، شاركوها معاي. وإذا ما تعرفون، إبراهيم القرشي يوصل لجميع ولايات أمريكا، وعندهم الفرع الأساسي في شيكاغو.